السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في شرح المواضيع الخاصة بمنهج الصف الرابع الابتدائي. وصلنا للباراجراف رقم 9 A day of helping others، يوم من مساعدة الآخرين. helping others. كريم and فاطمة went to ذهبوا. أصلها إيه؟ go went to the market، راحوا الماركت. they bought fruits and vegetables. اشتروا ايه؟ buy، الماضي بتاعها bought. اشتروا ايه؟ fruits and vegetables. they packed يعني يعبي، فعل في الماضي. the food in bags، عبوا اللي هو الأكل يعني في شنط. they gave the food، ادوا الطعام لمين؟ إلى poor families، يعني ادوها للعائلات الفقيرة. they were happy، كانوا سعداء. were أصلها are بس أنا خليتها في الماضي البسيط. they were happy to help others، كانوا فرحانين إن هم بيساعدوا الناس التانية. they promised to do it again، وعدوا إن هم يعملوا كده تاني. الباراجراف رقم 10 preparing for the picnic اللي هي النزهة الخلوية. ليلى and her mother prepared food، ليلى ومامتها بيعملوا ايه؟ بيحضروا الأكل. they bought milk، اشتروا ايه بقى؟ milk juice and bread. they also دي يعني أيضا. took cheese يعني خدوا جبنة. for من أجل ايه بقى؟ sandwiches للسندوتشات يعني. they packed a kilo of apples، يعني خدوا كيلو ايه؟ من التفاح. خلي بالك دي بتيجي في الاختيارات كتير قوي. a kilo of packed يعبي. it was hard work، إنه كان عمل شاق ومتعب. was قلنا أصلها is. for everyone لكل واحد. they were هم كانوا very excited متحمسين and happy وفرحانين. الباراجراف رقم 11 الأزهر بارك بيكنيك، نزهة خلوية فين؟ في الأزهر بارك. انت كمان مش بتراجع الباراجرافات بس، ولكن انت كمان بتراجع الكلمات وبتراجع تفاصيل كتير قوي في المنهج ممكن تجيلك في أي سؤال تاني. عشان كده الباراجرافات مهمة جدا. the students التلاميذ went to الأزهر بارك، راحوا الأزهر بارك. they brought هم أحضروا fruits and vegetables. they arranged يعني رتبوا the food and shared it وشاركوه. they ate اللي هي أصلها eat، كلوا إيه بقى؟ biscuits and chocolate. everyone enjoyed the picnic، كل واحد كان مستمتع بالإيه؟ بالنزهة دي. it was a very nice day، إنه كان يوم رائع. نتكلم عن باراجراف رقم 12 بيقول لي helping at home يعني المساعدة في البيت. Dream helped her mother last week. She washed the lettuce in the kitchen. غسلت الايه؟ الخس في المطبخ. She placed the bread on the counter. حطت العيش على الكاونتر، الكلمة دي مهمة، على الطاولة. Her mother taught أصلها teach. طب ليه أنا مخلية كل كلامي في الماضي البسيط؟ عشان عندي last، كلمة دالة على زمن الماضي البسيط. أول ما أشوفها أعرف إن أنا في زمن الماضي البسيط. Her mother taught her to be clean، أمها علمتها إن هي تكون نظيفة. She helped make a delicious meal، وهي ساعدت إن هي تعمل وجبة لذيذة. Her mother was very proud of her. A day with family and friends، يوم مع العائلة والأصدقاء. last weekend نفس الطريقة، كلامنا كله في الماضي البسيط. we had يعني احنا عملنا ايه بقى؟ او كان عندنا ايه؟ a family gathering. يعني ايه gathering؟ اللي هو التجمع. we sat together قعدنا مع بعض and talk happily وتكلمنا بسعادة. we listened to music استمعنا للموسيقى and clapped سقفنا. we played games like chess لعبنا chess and hide and seek. ركز في دي hide and seek استغماية. the food was delicious and healthy. It was a wonderful day for everyone. كان ايه بقى؟ يوم رائع. نيجي هنا بقى unforgettable celebration، احتفال لا ينسى، احتفال ما تقدرش تنساه. we had كان عندنا had دي اصلها ايه؟ يا اما has يا اما have، يعني verb to have. we had a big celebration at school، كان عندنا احتفال كبير في المدرسة. the playground was decorated with balloons، يعني الملعب هما مزينينه decorate يعني يزين بالبلالين.
A band فرقة played عزفت ايه music and we laughed واحنا ضحكنا. We wore special and colorful clothes لبسنا ملابس special مميزة colorful ملونة clothes ملابس. There was a big cake on the table كان في كيكة كبيرة قوي على الايه على الترابيزة. The fireworks يعني ايه fireworks الألعاب النارية جمع عايزة أقول كانت were لأصلها or the fireworks were beautiful at night الألعاب النارية كانت جميلة إمتى بالليل. تعالى على الباراجراف رقم 15 a birthday party حفلة عيد ميلاد. last Friday برضو ماضي بسيط we celebrated a birthday احتفلنا بعيد ميلاد. we cleaned the room and decorated it نظفنا الأوضة زيناها. we used استخدمنا colorful balloons and ribbons. مين الريبنز دي؟ ribbons الشرائط اللي احنا خدناها الملونة. the cake was ready with candles الكيكة جاهزة فيها شموع. we wrapped يعني ايه غلفنا ايه بقى small gifts الجيفتس اللي هي الايه الهدايا for our friends لأصدقائنا. everyone sang songs and played games كل واحد غنى ولعب ألعاب. آخر باراجراف هشرحه هو celebrating Labor Day اللي هو ايه Labor Day ده يوم العمال اللي هو عيد العمال يعني. we celebrate Labor Day on May 1st يعني اليوم الأولاني. we honor يعني ايه honor يكرم مهم أوي الفعل ده على فكرة بيجي في الاختيارات كتير جدا. طب تعالى نشوف احنا عملنا honor لمين. the workers العمال for their hard work لعملهم الايه الشاق أو الجاد. I made a colorful card عملت كارت ملون for my father لبابا. everyone enjoyed the celebrations كل واحد استمتع بالاحتفالات دي. we shared many happy moments together احنا بنشارك بقى ايه لحظات سعيدة معا. moments اللي هي اللحظات moments. it was a wonderful time for us إنه كان وقت رائع for us يعني لنا. هسيب الفايل اللي أنا شغالة منه في صندوق الوصف بحيث الناس لو حابة تطبعه وتذاكر منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.